هل يفاجئ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الجميع في قائمة شهر مارس؟ وهل سنشاهد أسماء لم يتوقعها أحد مع المنتخب الجزائري لكرة القدم؟ الأيام القادمة قد تحمل أخباراً ساخنة جداً لجماهير الخضر، فالمعلومات المتداولة حول القائمة المرتقبة تشير إلى مفاجآت كبيرة، لاعبين جدد لأول مرة، عودة أسماء غابت طويلاً، وأيضاً احتمال عودة لاعب أثار الكثير من الجدل بين الجماهير. نعم، الحديث هنا عن إمكانية عودة النجم سعيد بن رحمة إلى المنتخب الوطني من جديد. عودة قد تغير الكثير في الخط الهجومي، خاصة مع الغموض الذي يحيط بوضعية يوسف بلايلي بعد العقوبة الأخيرة التي تعرض لها. فهل نشاهد بن رحمة مرة أخرى بقميص الخضر؟ وهل ستكون هذه القائمة بداية مرحلة جديدة للمنتخب قبل الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها حلم التأهل إلى كأس العالم 2026؟ دعونا نكتشف معا أبرز الأسماء التي قد تظهر في قائمة مارس. مفاجآت في حراسة المرمى. أول المفاجآت قد تكون في مركز حراسة المرمى، حيث تشير بعض المعطيات إلى إمكانية استدعاء الحارس مالفين ماستيل لاعب نادي نيون السويسري الذي قدم مستويات جيدة مؤخراً. كما قد يظهر اسم الحارس عبد الله العيداني لاعب نادي مودينا الإيطالي، وهو من الحراس الشباب الذين يتابعهم الطاقم الفني عن قرب. القائمة قد تضم أيضاً الحارس فارس جيت جيمس من نادي فروزينوني الإيطالي، في خطوة تهدف إلى خلق منافسة قوية في هذا المركز. حل لمشكلة الجهة اليمنى. المفاجأة الأخرى قد تكون في الدفاع، وتحديداً في مركز الظهير الأيمن، فالإصابات المتكررة التي تعرض لها يوسف عطال إضافة إلى إصابة كيفن جيتون جعلت الطاقم الفني يبحث عن حلول جديدة. ومن بين الأسماء المطروحة بقوة يظهر اسم الظهير رفيق ميسالي لاعب نادي تولوز، والذي قد يحصل على فرصة لأول مرة مع المنتخب الوطني. عودة أسماء معروفة. القائمة قد تشهد أيضاً عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن المنتخب في الفترة الماضية. في مقدمة هذه الأسماء يظهر اسم لاعب الوسط أحمد قندوسي الذي يقدم مستويات جيدة مؤخراً. كما قد يعود المدافع الشاب صهيب ناير إلى قائمة الخضر، إضافة إلى اللاعب الموهوب عدلان عشيش، وهي أسماء قد تمنح المنتخب خيارات إضافية في عدة مراكز، فرصة للاعبين المحليين. ومن النقاط المهمة أيضا إمكانية حضور عدد من لاعبي الدوري الجزائري في القائمة الموسعة. بعض الأسماء المتداولة تشمل الحارس أليكسيس قندوس، زكريا بوحلفاية، جاية مرباح، زين الدين بوعيد، نوفل خاصف، أشرف عبادة. وقد تكون هذه فرصة كبيرة لهؤلاء اللاعبين لإثبات أنفسهم مع المنتخب، خاصة وأن الخضر سيخوضون مباراة ودية أمام منتخب غواتيمالا لكرة القدم، وهي مواجهة قد تمنح المدرب بيتكوفيتش فرصة لتجربة بعض العناصر الجديدة. المفاجأة الكبرى بن رحمة. لكن رغم كل هذه الأسماء يبقى السؤال الأكبر: هل يعود سعيد بن رحمة إلى المنتخب الوطني؟ الكثير من الجماهير ترى أن بن رحمة يمتلك المهارة والخبرة التي قد تساعد المنتخب، خصوصا في ظل بعض الغيابات في الخط الأمامي. وفي حال تأكد غياب يوسف بلايلي لفترة قد تكون هذه فرصة ذهبية لبن رحمة من أجل العودة بقوة وفرض نفسه مجددا داخل تشكيلة الخضر. متى سيتم إعلان القائمة؟ بحسب المعلومات المتداولة من المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة الرسمية يوم 19 مارس قبل انطلاق التربص مباشرة، وهو ما يعني أن الجماهير الجزائرية على موعد مع قائمة قد تحمل الكثير من المفاجآت والقرارات المثيرة للجدل. والآن السؤال لكم: هل تؤيدون عودة سعيد بن رحمة إلى المنتخب الوطني؟ وأي لاعب ترونه يستحق فرصة في قائمة الخضر القادمة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار المنتخب الجزائري.